أنا في نفوس مريضة هنعمل لقاء مع أستاذ التوزيع، البروديوسر الكبير دي جي فات سام، اللي عمل حاجات كتير وعامل معانا نفوس مريضة. فات سام اتفضل. فات سام حبيبي. That's good. حبيبي سام، رأيك في التجربة دي؟ انك انت تقريبا من اللي انا سمعته من شغل ليك والناس سمعان ان انت يعني اول مرة تعمل حاجة حزينة او حاجة فيها نوع من الرومانسية اللي فيها شجن. والله يعني هو عامة البيت ده كان موده هادي شوية. هو التوبيك اللي اتعرض يعني كنا قاعدين وسطينا، انت كنت حاضر طبعا. اكيد طبعا. فالتوبيك اللي اتعرضت في وسط القعده اللي احنا كنا قاعدينها، فدي كانت هي اللي خلتني اخش في المود ده واعمل التراك يبقى بالمود اللي انت شايفه ده. اوكي. يعني مش الستايل بتاعي دايما، انا الستايل بتاعي كلوبن شويه او هايب شويه، فبس المره دي انا عامل حاجه مختلفه شويه واتمنى الناس يعني تعجبها ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا جماعه فات سام ضرسه وجعه تعبان، فاضطر ان هو يصحى ويلبس ويقابلنا عشان يحضر قلب الحدث. اوكي فات سام، ايه الخطه اللي انت ناوي تكمل فيها في المزيكا وناوي توصل لايه؟ ايه الهدف المعين اللي في دماغك؟ هو في كذا ستيب عندي المفروض ده، وانا عامل بلاننج لنفسي اللي فيه كذا ستيب المفروض اخش فيهم او ابتدي اسعى اليهم. بس الستيب الجاي المفروض اللي احنا دلوقتي انا شغال مع ناس اسمهم عرب ليج ريكوردز. عرب ليج ريكوردز احنا المفروض هي تيم وورك، المفروض كلنا اعضاء هذه الريكوردز بنحاول يعني بنحاول نعمل موفمنت جوه الهيب هوب المصري، لان انت شايف ان الانتاج عندنا لمصر بالنسبه لمجال الهيب هوب في يعني في مشاكل كبيره بتواجهه. فاحنا بنحاول يعني نبوش الموضوع ده ونحاول نعمل ريل موفمنت. احنا شغالين فيها بقى اكتر من 10 سنين ويمكن اكتر، بس بنعمل ريل موفمنت جوه مجال الهيب هوب هنا في مصر. فهي دي دلوقتي الستيب اللي احنا يعتبر شغالين عليها وشغالين على كذا ألبوم. يعني بالتوفيق ان شاء الله. اوكي اخر سؤال هسأله لفات سام، عرب ليج مجرد انه عرب ليج كناس معينة ولا اي حد ممكن يبقى منضم للعرب ليج؟ بص، هو عرب ليج اصلا الفكرة مبنية على ان هي فاميلي بتجمع كل يعني الناس التالنتد جوه مجال الهيب هوب في الوطن العربي كله. ف متهيألي اللي هي التأسيس بتاعها في تحتيها يعني تحت الناس دي هيبقى في ناس تحتيها تحت الريكورد ليبل ان شاء الله نتمنى نكون بحجم الميدل ايست كمان. بس احنا لغايه دلوقتي احنا فينا ناس من كل انحاء الوطن العربي، يعني في من هنا في مصر مؤسسين هنا في مصر، اذا كان الريبي نايتس او ام سي امين او كيلا او عمر افندم من لبنان، دي جي ليسلا سكيلز، دي جي رامي، شارع اوت فور هيم. a lot of people موجودين جوه الفاميلي دي. فاحنا هتبقى المفروض تحتينا ريكورد، يعني تحتينا ناس كتير هتبقى بتغني جوه الريكورد ليبل دي، يعني نتمنى نكون نوصل لعالمية كمان ان شاء الله. ان شاء الله. فات سام، في كلمة حابب تقولها لقلب الحدث وكلمة حابب تقولها لنفوس مريضة؟ هو لقلب الحدث شكرا على اللي انتوا جيتوا في قلب الحدث. فعلا احنا كنا النهارده لسه يعني رايحين نصور حاجات كده، فبقيت الشوتس بتاعت الكليب فانتوا فعلا كنتوا في قلب الحدث. بس اللي حابب اقوله في نفوس مريضة ان هي حاجة جديدة، يعني تركيبة جديدة كده معمولة بالنسبة للميديا كهنا في مصر. هو فعلا في نفوس مريضة؟ هو اكيد في نفوس مريضة، ونتمنى النفوس يعني تتعافى بقى، تنضف. شكرا ليك يا سام، شكرا لوقتك. زي ما شفتوا طبعا اعزائنا المشاهدين في كل مكان، قلب الحدث احنا هنا في قلب اللوكيشن، وهنبتدي تصوير كمان 10 دقايق ان شاء الله. هتشوفوا الكليب نفوس مريضة على كل قنوات ميلودي، وان شاء الله ينال اعجابكم جميعا. جود نايت.